بعد أول حلقتين من أفلام ممنوع من العرض واللي عجبوا ناس كتير، نرجع النهاردة بالجزء الثالث. أفلام اتحاربت واتمنعت، بعضها لأسباب سياسية أو دينية، وبعضها بسبب جرائم بعض المشاهد أو تخطيها للمألوف. ما تنسوش الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ. أول فيلم معانا واحد من أشهر الأفلام الممنوعة، فيلم مسمار جحا، إنتاج سنة 1952، واللي كان في ظل الأيام الأخيرة للفترة الملكية في مصر. الفيلم من إخراج إبراهيم عمارة، والقصة كتبها علي أحمد بكير، والسيناريو والحوار كان للعبقري أبو السعود الإبياري. الفيلم بيحكي عن مدينة الكوفة وقت ما كانت تحت الاحتلال التركي، وكان فيها إمام اسمه جحا وبيدعو الناس للهداية، وبيتكلم دايما عن العدالة وعن رفضه للظلم. جحا ما كانش بيقول الكلام ده كوعظ وخلاص، لا، ده كان بيخطب في الناس ضد الاحتلال ويحذرهم من سكوتهم على الظلم، وده خلى الحاكم التركي يشوف انه بيحرض الناس، فأمر بعزله من وظيفته، وبعدين حبسه، وبعد حتى لما طلع من السجن مسكتش وكمل كلامه وجهاده ضد الظلم. الفيلم سياسي في قالب تاريخي ذكي، فيه اسقاطات واضحة جدا على حال مصر وقتها. وهنا حصلت المشكلة، الرقابة وقتها شافت ان الفيلم بيطعن في الملك بشكل غير مباشر، وان شخصية الحاكم التركي دي مش بعيدة خالص عن شخصية الملك، وان الفيلم كله اسقاطات على نظام الملك وسوء احوال مصر، فبكل بساطة منعوا الفيلم من العرض. لكن اللي انقذ الفيلم ان منتجه الفنان انور وجدي استخدم كل علاقاته، وقابل مدير المطبوعات في الوقت ده الدكتور ابراهيم عبده، وفضل يشرح له ان الفيلم مش ضد الملك ولا في حاجة شخصية، وانه بيعبر عن احساس وطني عام عند كل مصري. وبعد مفاوضات كتير تم الافراج عن الفيلم واتعرض فعلا في السينمات. تاني فيلم معانا فيلم الله معنا، إنتاج سنة 1955، إخراج وسيناريو أحمد بدرخان، عن تأليف للكاتب إحسان عبد القدوس. فيلم بطولة كوكبة كبيرة من النجوم زي فاتن حمامة، عماد حمدي، ماجدة، محمود المليجي، وشكري سرحان. القصة بتبدأ مع الضابط عماد اللي بيسيب خطيبته نادية وبيروح يحارب في فلسطين بعد ما بيتصاب وبيفقد ذراعه، وبيرجع من الحرب محطم جسديا ونفسيا، خصوصا بعد ما بيعرف إن في أسلحة فاسدة كانت بتتبعت للجيش المصري. والكارثة الأكبر إن والد نادية واحد من الناس اللي ورا الفساد ده. ساعتها بتبدأ الشرارة اللي بتتكون مجموعة الضباط الأحرار، واللي بعد كده هيبقوا هم أبطال الانقلاب على الملك. الفيلم بيناقش بشكل مباشر فتحة الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين سنة 1948، ودي كانت من الأسباب اللي فجرت غضب الجيش وأدت لأحداث 23 يوليو سنة 52. الفيلم اتعرض للمنع من العرض سنتين كاملين، والسبب إن في شخصية محورية ظهرت فيه، وهي اللواء محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد الملك، واللي وقتها كان تم استبعاده سياسيا. فبمجرد ظهوره في الفيلم خلى عبد الناصر يوقفه فورا، بعد ما سمع شائعات إن الفيلم بيظهر نجيب كقائد للثورة. بس اللي انقذ الفيلم كان احسان عبد القدوس، اللي طلب من عبد الناصر يشوف الفيلم بنفسه قبل ما يحكم. وبالفعل عبد الناصر شاف الفيلم وطلب بس انه يحذف مشاهد محمد نجيب اللي كان بيجسده الفنان زكي طليمان، وبعد كده وافق على عرضه، وده حصل بالفعل يوم 14 نوفمبر سنة 1955. وعبد الناصر بنفسه حضر العرض الاول في الفيلم في سينما روفلي. وفي رواية تانية بتقول ان سبب المنع الحقيقي مش بس محمد نجيب، لكن كمان ان الفيلم كان فيه مشهد بيظهر الملك فاروق بشكل فيه تعاطف او احترام، وده كان خطر سياسي وقتها في رأيهم. تالت فيلم معانا فيلم الكرنك، إنتاج سنة 1975، واحد من أهم وأجرأ الأفلام اللي تعرضت لموضوع التعذيب السياسي في مصر خلال فترة الستينات. إخراج المخرج علي بدرخان، وتأليف الكاتب ممدوح الليثي، عن رواية للكاتب نجيب محفوظ. القصة بتدور حوالين 3 طلاب جامعيين، إسماعيل الشيخ، زينب دياب، وحلمي، واللي كانوا دايما بيقعدوا في قهوة اسمها الكرنك، ودي كانت المكان اللي بيجمع كل الشباب اللي عندهم أفكار سياسية أو بيحلموا بالتغيير. لكن حياتهم اتقلبت لما اتقبض عليهم وتعرضوا للتعذيب بشع على إيد أجهزة المخابرات في الوقت ده. الفيلم واجه هجوم كبير وقت عرضه، السبب الرئيسي كان شخصية خالد صفوان اللي لعبها كمال الشناوي، واللي ناس كتير شافت انها بترمز لصلاح نصر رئيس المخابرات العامة في عهد عبد الناصر، لدرجة ان صلاح نصر نفسه رفع قضية عشان يمنع عرض الفيلم، وقال ان الشخصية دي بتسيء ليه بشكل مباشر. لكن صلاح نصر ما كانش الوحيد اللي اعترض، يوسف السباعي اللي كان وقتها وزير الثقافة كمان طلب يتشال دور حلمي اللي لعب دور الفنان محمد صبحي، وده كان بيمثل المثقف اليساري اللي بيحاول يفهم ويحلل اللي بيحصل في البلد. طلب من صناع الفيلم توضيح ان نظام السادات ليس له يد في مسألة التعذيب اللي كان بيحصل في السجون في الستينات. المثير كمان ان بعد ما المخرج علي بدرخان خلص تصوير الفيلم، رئاسة الجمهورية نفسها طلبت تشوفه قبل ما يتعرض، وفعلا تم تعديل النهاية عشان تبقى إيجابية وتنتهي بقرارات 15 مايو اللي عملها الرئيس السادات، على عكس رواية نجيب محفوظ الأصلية اللي كانت بتخلص مع نكسة 67. وفي النهاية فيلم الكرنك اتعرض، لكن بعد صراع طويل، وفضل علامة في تاريخ السينما المصرية. لو الحلقة ممتعة وعجباك وشايف انها مفيدة، دوس اشتراك وفعل الجرس، خلينا نكبر مع بعض، دعمكم هو اللي بيشجعنا.
رابع فيلم معانا فيلم احنا بتوع الاتوبيس، انتاج سنة 1979، واحد من اكتر الافلام اللي خدت وقت طويل عشان تشوف النور بسبب جرأته وصراحته الشديدة. فيلم اخراج المخرج حسين كمال وتأليف الكاتب جلال الحمامصي. القصة بتبدأ قبل نكسة 67 في يوم عادي جدا. جابر ومرزوق اللي بيلعب دورهم عادل امام وعبد المنعم مدبولي بيركبوا اتوبيس نقل عام، وبيحصل خناقة بسيطة مع المحصل. خناقة ممكن تحصل لأي حد في أي يوم، بس المفاجأة إن الخناقة دي بتاخدهم في اتجاه تاني خالص لما الأتوبيس بيروح على القسم، وبيتحول الاتنين الأبرياء دول لمتهمين في قضية ملهمش لهم أي صلة. اللي حصل إنهم اتقبض عليهم بالغلط، اتلفقت لهم تهمة معاداة نظام الحكم. وقتها كانت الداخلية بتسعى لتقفيل القضايا بأي شكل. كان سهل جدا إن أي اتنين يتشالوا من الشارع ويتحبسوا لمجرد تحقيق رقم أو إرضاء رئيس في الجهاز. وهنا بنشوف الرعب الحقيقي. جابر ومرزوق بيتم ترحيلهم مع معتقلين سياسيين حقيقيين على المعتقل، وبيعيشوا الجحيم، بيتعرضوا للتعذيب والإهانة بشكل وحشي. الفيلم ما جملش ولا خفف، بالعكس كان صريح لأقصى درجة في عرض بشاعة المعتقلات واللي بيحصل فيها، عشان كده فضل ممنوع من العرض سنين طويلة. الكاتب جلال الدين الحمامصي كان مصدر للإلهام الفيلم من كتابه حوار خلف الأسوار، واللي نقل فيه وقائع حقيقية عن اللي كان بيحصل جوه سجون المعتقلات الحقبة الناصرية، واللي كان بيتم فيها استغلال السلطة بشكل مخيف. آلاء سعيد عبد الغني في الفيلم كان رائع، وبيمثل دور الضابط اللي بيجسد البيروقراطية والسلطة المطلقة اللي كانت بتمارس على المعتقلين. فيلم احنا بتوع الاتوبيس كان صرخة ضد الظلم ومراية لفترة من أحلى فترات مصر. الفيلم ظل ممنوع من العرض لسنوات بعد إنتاجه، لحد ما أفرجت عنه الرقابة بعد تغيير المناخ السياسي. خامس فيلم معانا فيلم ضرب الهوى، انتاج سنة 1983، اخراج المخرج حسام الدين مصطفى وتأليف مصطفى محرم عن رواية للكاتب اسماعيل ولي الدين. في قلب حواري القاهرة القديمة، وتحديدا في منطقة ضرب طياب، بتدور احداث فيلم ضرب الهوى عن حسنية العالمة اللي بتحاول بيتها لفندق مشبوه بيدور حواليه عالم من العلاقات المعقدة والرغبات المتداخلة. بيستقبل حسنية زباينها اللي من ضمنهم مراد وصاحبه الاستاذ الجامعي عبد العزيز، واللي بيقع في غرام اوهام وبيقرر يتجوزها. في نفس الوقت مراد بيلعب على وتر الحب مع سميحة، واللي بتوهمه انها بتحبه عشان يتعاونوا في سرقة مسوغات حسنية. الفيلم دخل دور العرض في سنة 1983، وفضل شغال لمدة 6 أسابيع لحد ما فجأة صدر قرار وزاري بسحب ترخيصه من العرض تماما، بحجة انه اثار استياء المشاهدين. القرار ده ما كانش بس صدمة للجمهور، لكن كمان ضربة قوية لمخرج الفيلم حسام الدين مصطفى، واللي بعد الصدمة دي قرر يبعد عن الانتاج السينمائي لفترة طويلة. ومن ساعتها الفيلم دخل التجميد، واتمنع مش بس من العرض في مصر، لكن كمان من التداول على أشرطة الفيديو في الكويت وعدة دول عربية تانية. كانت الرقابة شايفة فيه تهديد مباشر لقيم المجتمع. فيلم ضرب الهوى بيفضل حالة خاصة لأنه مر بسنين طويلة من التجميد قبل ما يتم السماح بعرضه من تاني في سنة 1991 بعد 8 سنين كاملة من المنع. وقتها بس قدر يرجع للناس ويتشاف تاني. زي ما قلنا قبل كده، المنع عمره ما بينفي الحقيقة، بالعكس بيخلي الناس تدور عليها اكتر. قولوا لي ايه اكتر فيلم شدكم في الحلقة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا في الحلقة الجاية. سلام.